انني مداخله، ولكن كنت في اطار تفاعل، غير واحد التفاعل، ولكن نحاولوا ما نقدروا على قدر المستطاع نعطيو واحد المجموعه من المقترحات ديالنا والافكار ديالنا كحقوقيين وكفاعلين في المجال هذا. شكرا لكم على حسن الاصغاء. في الاول قبل كل شيء احنا كنعرفوا ان الاطار المنظم في المجال بالنسبه للافارقه والمهاجرين واللاجئين عندنا الاطارات القانونيه كبيره جدا. هناك رساله قانونيه وتشريعات وطنيه جاءت لحمايه الناس الافارقه والمهاجرين. احنا كنعرفوا بان هناك الاعلان التشريعات الدوليه والتشريعات الوطنيه. الدستور المغربي اكد على عدم التمييز وعلى التعايش والتسامح والتضامن. كذلك اتفاقيه الدوليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كاين العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه الذي يؤكد على مجموعه من الحقوق التي الحقوق الاساسيه للانسان، الحقوق الانسانيه. احنا كنعرفوا ان المغرب في 2014 صادق على استراتيجيه وطنيه للهجره واللجوء، والمغرب اصبح ملتزما رقم الاستراتيجيه الوطنيه بالالتزام بمجموعه من المبادئ الانسانيه والمبادئ القانونيه في اطار التعايش مع هذه المجموعه هذه. هناك خطاب مراكش اللي اكد على من اجل هجره امنه ومنتظمه. كذلك هناك مجموعه من الاليات القانونيه، القانون الجنائي المغربي الذي يجرم التمييز والكراهيه ومجموعه من الافعال. كاين في الاطار هذا غنحاولوا ما امكن ندخلوا هذا هو الاطار القانوني والدولي بالنسبه للمهاجرين. العنوان اللقاء هو ان المهاجرين والافارقه في وسائل الاعلام بين خطاب الكراهيه ومبادئ حقوق الانسان. طبعا نحن كحقوقيين نؤمن بثقافه حقوق الانسان، نكرس هذه الثقافه. البعد الانساني دائما حاضر في مجموعه من استراتيجيات الاشتغال. كنلاحظوا بان تنامي خطاب الكراهيه والخطاب والسلوك العنصري تجاه الافارقه والمهاجرين. انا سأتكلم على البلد المغرب. كنلاحظوا بان طبعا المغرب قبل كان بلد عبور، وطنجه بالاخص كانت بلد عبور. الان اصبحت طنجه بلد الاستفاده، بلد الاقامه، نظرا لموقعها الاستراتيجي، الامكانيات الاقتصاديه ديالها، طبعا ايمانا بالمغاربه ولا بثقافه التضامن والتسامح وقيم التسامح، اصبح نحن نعيش مع مجموعه من المهاجرين واللاجئين والافارقه داخل بلدنا الحبيب. طبعا نلاحظ ان هناك سلوكيات ترتكب تجاه الافارقه، وطبعا بشهاده منا كنلاحظوا بان المواطنين المهاجرون يعانون من ضغط في بعض المدن الاكثر كثافه المدن فيها الافارقه، مثل مدن البيضاء مدينه طنجه، وخاصه بالذكر مدينه طنجه تبارك الله هناك فئه كبيره من المهاجرين واللاجئين. هناك من المهاجرين ليست لهم وضعيه قانونيه، كنوجد لهم بطاقه توجد لهم تحضر لهم بطاقه الاقامه مده معينه، يعني في هذه الوضعيه الوضعيه الغير قانونيه ديالو يواجهون مشاكل كبيره. ولكن بالنسبه هناك استراتيجيه بالنسبه للمؤسسات الوطنيه والمحليه، مثل اللجنه الجهويه لحقوق الانسان. هناك فاعلين مدنيين يشتغلون في هذا المجال التسويه الوضعيه القانونيه، مثلا المنظمه المغربيه لحقوق الانسان في اطار شراكه مع الHCR المنظوميه الساميه للهجره واللجوء تعمل على تحديد عدد المهاجرين اللي لهم وضعيه غير قانونيه، تنسيق مع اللجنه الجهويه في تسويه الوضعيه القانونيه. كمجتمع مدني نعمل جاهدين على محاوله كذلك الادماج في المجال كل الطلبات مع المؤسسات التعليميه، ان هناك دوريه تلزم وزاره التربيه الوطنيه تلزم ادماج المهاجرين داخل المؤسسات التعليميه، كذلك التمتع بالحقوق ديالهم الاساسيه اللي حق الصحه والحق التعليم والحق حتى في الشغل. هاد المطالب الاساسيه هي الحقوق الاساسيه حقوق الانسان. مثلا اللاجئين نلاحظوا ان هناك فئه كبيره من الافارقه يشتغلون داخل المؤسسات الصحيه، داخل الشركات. وكنأكدوا على واحد النقطه الاساسيه،
ان باش نحاربوا هذا الخطاب الكراهيه ضروري الاليات الاساسيه نعتمدوا عليها هي التربيه والتعليم، يعني تربيه داخل الاسر، التنشئه الاسريه. الخطاب الكراهيه خص يكون غير مطروح داخل الاسر، يعني تقبل الاخر. هذا السيد هذا افريقي ديك بحالنا بحالو، يعني انسان نتعايشوا معاه لان من خلال البحث ديالنا في مناطق طنجه كنلاحظوا بان مجموعه من الاصدقاء جمعيات المجتمع المدني كجمعيه اوجا وجمعيه الفضاء المتعدد المهاجرين كيتشكروا بان كيقول لك يعني كاين بعض الاسر المغربيه كيتعانيوا منه، مثلا بحال مثلا بوخالف، حيت كاين واحد النسبه كبيره كتسكن تما في منطقه بوخالف. طريقه التعايش مثلا مصطلح اعتذر على المصطلحات ديال بعض الاسر ولا بعض العائلات الصغيره، الوليدات صغار كيقولوا مثلا المصطلح عزيه، علاش جيتوا عندنا، علاش، يعني هاد الخطابات هذه خصنا حنا كاسر كمدرسه كجامعه نشتغلوا عليها من اجل المصطلحات الكراهيه وتقبل الاخر نتعايشوا معاه. هذا من جهه. بالنسبه للجامعات، الدور الجامعه خص يكون عندها دور اساسي في هذا المجال هذا، وهو تعزيز البحوث الاكاديميه الخاصه. هذا البحث الاكاديمي يكون يعتمد على الاسباب الكامنه وراء هذا الخطاب الكراهيه في اطار البحوث الاكاديميه، الدوافع ديال هذا الخطاب الكراهيه، الظروف المؤديه الى ظهور هذا الخطاب الكراهيه. هذا من جهه. كذلك العمل على تنظيم بعض المناظرات والمؤتمرات الدوليه تثقيفيه تعمل على مكافحه والوقايه من خطاب الكراهيه. احنا كنعرفوا بان النقطه الاخرى كمجتمع مدني باش نشتغلوا على نكون مقاربه حقوقيه، مقاربه مدنيه، مقاربه تعليميه، مقاربه اكاديميه، يعني الاشتغال ويبقى مقاربه تشاركيه من اجل محاربه خطاب الكراهيه. وكنلاحظوا مشكل اخر هو ان هذا الخطاب الكراهيه وسائل التواصل الاجتماعي الاجتماعي عندها دور اساسي في بعض الاحيان في نشر خطاب الكراهيه احيانا، ولا بعض الاعلاميين يعني طريقه التساؤل ديالهم ولا طريقه الحوار ديالهم، يعني لغه الحوار، لغه الاسئله كتكون فيها واحد النوع ديال الخطاب الكراهيه بدون سابق معرفه. اذا نطالب نحن كمجتمع مدني واكاديميين بان نحاول ما امكن نملؤ هذا الفراغ الذي كاين على مستوى التثقيف، على مستوى التوعيه، على مستوى التحسيس. وكنلاحظوا بان المقاربه نعتمد عليها تكون مقاربه علميه واقعيه حول الاستراتيجيه اللي يمكن تشتغل عليها الدوله، لان كنلاحظوا ان هناك تدفق كبير للمهاجرين واللاجئين ووضعيه غير قانونيه. وكنلاحظوا بان احيانا لاحظنا مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي ان السلطات تدخلت من اجل تدمير بعض الخيام اللي كنعتمد عليها الناس هذو هما لوضعيه غير قانونيه. يتم ترحيل مجموعه من الافارقه للمناطق البعيده المدى، ولكن خصنا نحاول الآنية، لان هذا سيؤثر على الامن والسلم داخل المجتمع. نلاحظ بان هناك تنامي واحد النوع الكراهيه، ولاحظنا ان هناك مجموعه من الافارقه في مدن ديال طنجه قاموا بالتخريب مؤخرا. لماذا؟ ما هو سبب هذا التخريب؟ نرجع الى السبب الاساسي اللي خلى الناس هادو يمارسوا هذه الممارسات هذه. لماذا التخريب؟ مع ان المغاربه عندهم روح التضامن وروح التعايش داخل الاسر، كيعيشوا معاهم، كارهين لهم، ما في اطار الحوار كيقول لك لا ما كاينش يكريونا، يعني كاين بعض الاسر ما كتبغيش تكري المجموعه الافارقه لانها وضعيه غير قانونيه، وبالنسبه لهم الاهليه القانونيه باش يكتب واحد العقد كراء ما كاينش. اذا هذا وضع خصنا نشوفوه، يعني المكامن الخلل خصنا ندرسوها ونحاولوا نعتمدوا عليها. كاين مشكل اخر هو مشكل الذكاء الاصطناعي، مشكل الرقمنه لها دور كبير في انتشار هذا الخطاب الكراهيه. التوجهات الاستراتيجيه خصها تمشي في هذا الاتجاه. هذا مشكل اخر وهو الهويه الرقميه. نحن الان ماشي باتجاه الهويه الرقميه. البلدان المتقدمه غنعطيكم، كاين عندي امثله ذكرتها هنا، بعض الامثله بالنسبه
من اجل محاربه خطاب الكراهيه. كنوجدوا مثلا المانيا وضعت قانون كيرغب الشركات الضرائب شركات التواصل الاجتماعي كيصل المبلغ ديال 30 مليون اورو في حاله تقاعست عن الحد من خطاب الكراهيه. يعني هناك خطابات كراهيه منتشره، شركات التواصل الاجتماعي بحال ما قامتي بواجب ديال ايفوتير هذا الخطاب ولا هذا المنشور ولا هذا النوع من الصور عند الضرب ديالها الالزاميه ديالها انها تحذفهم. في حاله عدم الحذف الدوله تغرم، يعني تغرم. هذه من جهه. مثلا فرنسا وضعت قانون اخر، شنو كيعمل؟ تلزم منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بازاله المحتوى الذي يحرض على الكراهيه. إبقى كنلزم الشركات بان إبقى يكون هذا النشر هذا تحاول ما امكن تحذفه. هذا من جهه. حوط انا بالنسبه لي من بين التوصيات اللي نقدر نعطيها كفاعله في هذا المجال، وزعما كنشوف ان خصنا نعتمدوا عليها بزاف. قلنا هي سمحوا لي توصيات، عندي مجموعه التوصيات. اولا خصنا نعملوا استراتيجيه على المدى القريب وعلى المدى البعيد. خصنا استراتيجيه الوقايه واستراتيجيه المواجهه كيفاش نكافحوا هذا. وكنلاحظوا انه تعزيز تكافؤ حقوق الانسان والحق التعبير. ما كنقولوا ان الحق التعبير عن الراي كاستراتيجيه مناسبه للتصدي لخطاب الكراهيه. كذلك مسؤوليه، كنقول انه مسؤوليه تشاركيه من الحكومات، المجتمع المدني، القطاع الخاص، الافراد في مواجهه خطاب الكراهيه. ما كنقولوا القطاع الخاص، كنقول حتى الشركات مثلا. حنا عندنا واحد المجموعه من الناس مثلا، واحد الفئه غير مندمجه، ما كتعيش، ما الحق الشغل ما عندهاش. سيدك كاين انك لاحظوا انه هناك ظاهره التسول، وهناك تسول حتى الالكتروني دابا، التسول داخل المؤسسه داخل هذا. اذا حنا مسؤولين القطاع الخاص يكون له دور شريك، اما في التمويل واما في ادماج هذا الاجانب واللاجئين والمهاجرين داخل التراب المغربي.